إضافة اكو هدية قوية مقدمة من قناة ديوان الفضائية، مشروع طلقته يا رفل. خل احكي لك المشروع اني يعني حكيته لعبد الرحمن ماشي وهو وافق. اي لكن اكيد احنا لازم ناخذ رايك بالموضوع. المشروع احنا طرحنا تدرين احنا الارامل كثير يعني موجودات هوايه بالعراق والعوانس، اكو عوانس يا ماكو؟ العراق كله عوام. يلا اكو عوانس هاي، لذلك احنا طرحنا مشروع الزواج الثاني. لكن مو كل واحد يقدر يتزوج يعني مرتين. احنا ايش سوينا؟ خصصنا مبلغ 5 ملايين اللي يتزوج مره ثانيه، بالاضافه الى ما نعطيكم الفلوس، خليها الفلوس بس يعني. بالاضافه الى راتب تقاعدي الى لعبد الرحمن. ماشي حلو، عاشت ايدها موافقه لحد الان. فعبد الرحمن قال لي انا ما عندي اي مشكله، لكن خلي نشوف رايها، اكيد يعني نشوف ال5 ملايين والراتب التقاعدي اكيد يعني يفيدنا. جيتوا جبتوا هذا البرنامج جيتوا علي؟ لا مو عليك، بس اسمعي لي خليني افهمك. اي مو عليك جبنا البرنامج. احنا تعرفين الزواج الثاني مو حرام، صح صح لو غلط؟ نبيها شيء ويرضى الشرع. انتم صح متزوجين صار لكم 3 اشهر، لكن هم بها اجر وهم بها 5 ملايين وهم بها راتب تقاعدي العبود الورد. ما اريد هذا الاجر وما اريد ما تريدين؟ لا يعني مشاهدينا شايفين واحد دقيقه بس على كيفك. عبودي يعني هو الرجل صاحب الكلمه لو انت الرجل؟ عبودي انت شنو رايك؟ موافق. موافق؟ موافق. يعني اطلب من المخرج بانه ياخذ اسمك؟ اوكي موافق. يعني موافق. انت ليش تعارضي؟ صدق توافق؟ ما صار على الجديدة اني ما يخالف ما يخالف. واضح عادي. خلاص انتهت اذا. زميل المخرج اريد تاخذ اسمه يعني بس برخصتك لين. موافق. احسن انا الذي ما يخالف بس حلال. اسمحوا لي احنا دائما غايتنا انه نسوي عمل خير. ليش؟ عبودي انت وافقت، انا ما يخصني يعني، هذا الشيء انت وبيناتكم تتفقون عليه. موافق خلاص؟ موافق. اذا راح اطلب اسمك الكامل زميل المخرج يصير شنو اقول؟ موافق. انا موافق. عندي انا موافق. لا ما ارضاها. ما ترضي؟ لا. يعني هو صاحب القرار، هو كيف يعني ما. لا انا موافق. اروح لحدي ترى. والله اروح. روح. ماشي تعال. يلا اعتذر عني منكم باي باي. دقيقة كذب بس لحظة كذب. يعني وين تروح لهل؟ اهلك وين انت؟ في الشمال. يعني تروح للشمال هناك تاكسي؟ عينك ندى الشاقة وهاي عين ال 80 دينار ربحتوها. شكرا. وربي يقدرنا على فعل الخير ان شاء الله. هاي مجرد للفكاهة. صفقوا لهم اريد صفقة. طبعا انتم توينز اكثر من رائع. انا اتفقت ويا عبد الرحمن، قلت له انه راح نقول بانه انت على اساس تتزوج مره ثانيه، لكن ماكو شيء مشروع، مجرد مثل الكاميرا خفيه او مقلب حبينا نسوي بيك. تحياتنا لكم ومبروك عليكم وكل عام وانتم بخير ويا رب يوفقكم. ان شاء الله الشعب العراقي كله بالف خير.